عشان يتأكدون من أقواله. ويوم حشرها الضابط إن في شاهد قال غير الأقوال اللي قالها منذر، على طول خارها واعترف بشيء صدم الكل. منذر في هذاك اليوم صارت مشكلة بينه وبين زوجته، وعلت الأصوات بينهم وزعل منها، فطلع البيو بيو وطعطع وودعت. بعدها استوعب المصيبة اللي سواها وطلع برا الشارع، فجت في باله خطة خبيثة. منذر يوم طلع الشارع شاف بلال جالس في سيارته، فراح لعنده وقال له اسمع، أنا أبغاك تطلع معي تساعدني تشيل أبوي لأني ما أقدر أشيله لحالي. وفعلا طلع مع بلال لشقته، وأول ما دخل طلع هذاك وبيو بيو ودع. ثم بعد كذا منذر كلم الشرطة وقال لهم اني دخلت البيت ولقيت زوجتي مع بلال فما تحملت. ففي 2011 صار في ثورة في ليبيا، وللأسف منذر قدر يهرب من السجن واختفى نهائيا، لا تم القبض عليه ولا تمت محاكمته.